بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سوف نحاول أن نحل مع بعض قضية في القانون الدولي الخاص. هذه القضية تتعلق بموضوع الإحالة في القانون الدولي الخاص، طبعا الجزائري. قواعد الإسناد من المادة 9 إلى المادة 24. بالنسبة لهذه القضية فإنه تتلخص وقائعها في أن جون هو كندي الجنسية متوطن في الجزائر، صار نزاع بصدد أهليته ورفع نزاع أمامك كقاضي. إذن هذه هي وقائع القضية. جون كندي الجنسية، أين يسكن؟ يسكن في الجزائر، وبالنسبة للإجراءات فقد تم رفع دعوى أمام القضاء الجزائري بصدد نزاع حول هذه الأهلية أو حول أهلية هذا الشخص. السؤال المطلوب: ما هو القانون الواجب التطبيق؟ إذن القاضي هنا سوف يبحث عن القانون الواجب التطبيق، باعتبار أنه هذه القضية فيها عنصر أجنبي وهو عنصر الجنسية، لأن جون هو كندي يحمل الجنسية الكندية ويسكن في الجزائر. ما هو القانون الواجب التطبيق؟ وأعطيت لك كقاضي مجموعة، أو يعني عندك أنت كقاضي أو كطالب مجموعة من المعلومات، من بينها أنه قاعدة الإسناد الجزائرية تخضع الأهلية للقانون الوطني طبقا للمادة 10 من القانون الدولي الخاص. كذلك أو القانون طبقا المادة 10 من القانون المدني الجزائري. كذلك فإنه قاعدة الإسناد الكندية تخضع الأهلية لقانون الموطن، يعني المكان الذي يسكن فيه الشخص. إذن هذا السؤال الأول. إذن حتى نحل السؤال الأول، قاعدة الإسناد الجزائرية تخضع الأهلية للقانون الوطني، أي المادة 10 من القانون المدني الجزائري. نروحوا للمادة 10 من القانون المدني الجزائري. تقول: يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. قانون الجنسية في قضية الحال هو القانون الكندي. إذن بطبيعة الحال سوف وفقا لهذه المادة نطبق القانون المدني، لكن السؤال المطروح: هل نطبق قواعد التنازع الكندية أم القواعد الموضوعية؟ قواعد التنازع الكندية المتعلقة بالأهلية أم نطبق القواعد الموضوعية؟ هذا الأمر يعني تجيبنا عليه المعلومة التالية: قاعدة الإسناد الكندية تخضع الأهلية لقانون الموطن، ونحن نعلم أنه في المادة 23 مكرر 1
أنها تنص إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. إذن كقاعدة أساسية فنحن لا نطبق من القانون الأجنبي إلا قواعده الموضوعية تطبيقا للمادة 23 مكرر 1. ولكن حينما نقرأ المادة 23 في فقرتها الثانية فإنه نجد هناك استثناء يقول: غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص. في قضية الحال نجد أنه قاعدة الإسناد الكندية تعيد الاختصاص إلى القانون الجزائري، لأنه جون هو متوطن في الجزائر، وقاعدة الإسناد الكندية تخضع الأهلية لقانون الموطن. إذن فهي تحيل أو تعيد الاختصاص في التنازع بشأن أهليته إلى القانون الوطني الجزائري. لذلك فإنه في قضية الحالة فإنه سوف نطبق القانون الجزائري تطبيقا للمادة 23 مكرر 1 فقرة 2. إذن سوف نطبق الاستثناء. هذا الاستثناء الذي نصت عليه المادة 23 مكرر 1 فقرة 2 يسمى بالإحالة من الدرجة الأولى. الإحالة من الدرجة الأولى. إذن فلابد أن نعلم بأنه حسب المادة 23 مكرر 1 أن القانون الجزائري لا يأخذ بالإحالة في الفقرة الأولى، وإنما فقط حسب فقرته الثانية يأخذ بها كاستثناء في حالة ما إذا كانت من الدرجة الأولى فقط، أي عندما تعيد قواعد القانون الأجنبي الاختصاص إليه كما نرى في هذه القضية الحالية. إذن فسوف نطبق في السؤال هذا ما هو القانون الواجب التطبيق، علما أن قاعدة الإسناد الجزائرية تخضع الأهلية للقانون الوطني، قاعدة الإسناد الكندية تخضع الأهلية لقانون الموطن. الجواب: سوف نطبق القانون الجزائري. لماذا نطبق القانون الجزائري؟ لأن قاعدة الإسناد الكندية تعيد الاختصاص إلى القانون الجزائري، وهذه تعتبر إحالة من الدرجة الأولى، والقانون الجزائري يأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى في المادة 23 مكرر فقرة 2. هذه الإجابة على السؤال الأول. إجابة على السؤال الثاني: هل يختلف الأمر إزاء القانون الواجب التطبيق لو كان جون متوطن في إيطاليا، علما أن الأهلية في القانون الإيطالي تخضع لقانون الجنسية؟ هنا جون ليس متوطنا في الجزائر، وإنما متوطن في إيطاليا، وجنسيته هي الجنسية الكندية. إذن لهنا عندنا ما يسمى بالإحالة من الدرجة الثانية، أي أن قواعد الإسناد أو قاعدة الإسناد الكندية تحيل الاختصاص إلى قانون بلد ثالث واللي هو إيطاليا. هل يأخذ القانون الجزائري بالإحالة من الدرجة الثانية؟ الإجابة بالنفي، لا، القانون الجزائري لا يأخذ بالإحالة من الدرجة الثانية، إنما فقط على سبيل الاستثناء يأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى. لذلك في هذا الحال فإن الإجابة على هذا السؤال
تكون أننا سوف نطبق القانون الكندي، قانون جنسية الشخص، تطبيقا للمادة 10 من القانون المدني الجزائري، وتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 23 مكرر 1 التي تقول: إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو القانون الواجب التطبيق فلا نطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. السؤال الثالث: ما هو القانون الواجب التطبيق لو كان جون من جنسية أمريكية ومتوطنا في إسبانيا، علما أن الأهلية في القانون الأمريكي تخضع لقانون الموطن؟ إذن ما هو القانون الواجب التطبيق لو كان جون من جنسية أمريكية؟ جون من جنسية أمريكية ويتوطن أين؟ ومتوطن في إسبانيا، يسكن في إسبانيا، علما أن الأهلية في القانون الأمريكي تخضع لقانون الموطن. هنا أيضا عندنا إحالة من الدرجة الثانية، والقانون الجزائري لا يأخذ بالإحالة من الدرجة الثانية، إذن لابد من أن نطبق القانون الجنسية. قانون الجنسية في هذه الحالة طبقا للسؤال الثالث هو القانون الأمريكي، ونعلم أن أمريكا هي دولة فيدرالية. إذن هنا سوف تثار مسألة الإحالة الداخلية التي تتعلق بالدولة المتعددة الطوائف والمتعددة الشرائع أيضا. أمريكا دولة فيدرالية، إذن فهي دولة متعددة الشرائع. لذلك هنا سوف لابد علينا أن نلجأ إلى المادة التي تتكلم عن الإحالة الداخلية، واللي هي المادة 23. المادة 23 من القانون المدني الجزائري تقول: متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه. إذن لهنا هذا السؤال حله في الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون المدني الجزائري. القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه، لأن الدولة كما قلنا دولة أمريكا فيها تشريعات كثيرة، فقانون الداخلي للدولة الأمريكية هو الذي سوف يحدد أي قانون من دويلاتها هو الذي يطبق في قضية الحال. ما العمل إذا لم يكن هناك قانون؟ إذا تجيبنا الفقرة 2: إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن طبق التشريع الغالب في البلد طبق التشريع الغالب. نقطة هنا المفروض يعني تكون هناك نقطة، لأنه شوية الفقرة 2 متداخلة مع حالة البلد المتعدد أو حالة البلد الذي فيه التعدد الطائفي. إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن طبق التشريع الغالب ونقطة. إذن هذه هي الحل بالنسبة السؤال الثالث، يوجد في المادة 23 طبعا فقرة 1 وكذلك فقرة 2.
هذه هي الحل المتعلق بهذه القضية. أرجو أن يكون هذا شرح القضية كان بسيطا، وأرجو أنه يكون هناك فهم لهذه القضية من قبل الطلبة. أي سؤال حول هذه القضية اتركوه لي في التعليقات، وأنا سوف أجيبكم عليه. في أمان الله.